السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بحضراتكم. إن شاء الله في الفيديو ده هنحل تمارين الواجب المنزلي الخاص بأول درس في الهندسة. أول سؤال بيقول لي هنا مستطيلان متشابهان، الأول طوله 3 أمثال عرضه، فإذا كان الثاني طوله 12 فإن عرضه. طبعا النسبة دي هتكون ثابتة، إن هو قال إن المستطيلان متشابهان، يبقى كده هنا العرض بتاعنا هنا هيكون عبارة عن ال 12 مقسومة على التلاتة، يبقى الاختيار ج اللي هو 4 سم. تاني سؤال هنا بيقول أي المضلعين الآتيين متشابهين. لو بصيت على أول شكل ده مربع، فبالتالي المربع ما ينفعش أشابهه غير مع مربع، ما عنديش هنا مربعات. الشكل التاني برضو مستطيل، ما ينفعش أشابهه غير مع مستطيل، فبالتالي هنا ما عنديش غير الاختيار رقم د اللي هو الشكل رقم 3 والشكل رقم 4 اللي هو المعين. رقم 3 أي من المثلثين الآتيين متشابهين. لو بصيت على اول شكل هلاقي ان هو مثلث متساوي الاضلاع، واحنا قلنا ان جميع المثلثات المتساويه الاضلاع متشابهه، فهلاقي ان له شكل كمان مثلث متساوي الاضلاع اللي هو رقم 4. يبقى هنا من غير اي تجريب خالص يبقى اختيار ج بتاعي الشكل رقم 1 والشكل رقم 4. مستطيلان متشابهان، الأول طوله 5 والثاني طوله 10، فالنسبة بين محيط الأول إلى محيط الثاني. قلنا قبل كده ان النسبة بين المحيطين هي نفس النسبة بين طولي ضلعين متناظرين، يبقى انا عندي هنا النسبة بين المحيط الاول للمحيط الثاني هيبقى 5 الى 10 اللي هي نص. سداسيان منتظمان، طول ضلع الاول 6 سم ومحيط الثاني 48 سم، فان النسبة بين طول ضلع الاول الى طول الضلع الثاني. اولا لها اكتر من حل. الحل الاولاني ان انا ممكن اقول ان انا عندي محيط الاول بيساوي 6، فعدد الاضلاع اللي هو 6 يبقى 36، والنسبه بين الاضلاع هي نفس الاضلاع المتناظره هي نفس النسبه بين المحيطين، فيبقى 36 الى 48. لو انا قسمت عفوا على الستة يبقى هنا 6 وهنا 8، وارجع اختصر تاني على الاثنين يبقى 3 الى 4 اللي هو الاختيار ده. او من الاول طبعا ممكن تقسم على ال 12 مفيش اي مشكله. طب الحل الثاني، هو قال لي هنا ان المحيط الثاني 48، يبقى انا اعرف اجيب طول الضلع 48 على الستة يبقى يدينا 8 سم، يبقى طول الضلع الاول اللي هو 6 على طول الضلع الثاني اللي هو 8 هيدينا برضو 3 الى 4. السؤال اللي بعده رقم 6. المضلع أ ب ج د يشابه مضلع س ص ع ل، وأ ب ب 32 ب ج ب 40 س ص ب 3 م ناقص 1 ص ع 3 م زائد 1. طبعا قلنا لما يقول لك ان المثلثان او المضلعين اللي هيكون مديهم لك متشابهان يبقى بيحقق الشرطين. يبقى هنا أ ب على س ص بيساوي ب ج على ص ع. أ ب اللي هي ب 32، س ص اللي هو 3 م ناقص الواحد، ب ج ب 40 على 3 م زائد الواحد. لو بصيت هنا هلاقي ان ال 32 وال 40 دول الاثنين بيتقالوا اسم على الثمانيه، يبقى هنا في الاربعه وهنا هيتفضل 5، لان طبعا واخد من نظريات النسبه والتناسب ان مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي، يبقى بالتالي ينفع اختصر بسط مع بسط ومقام مع مقام. حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى 12 م زائد الاربعه بتساوي 15 م ناقص الخمسه، يبقى 15 م ناقص 12 م يدينا 3 م، و4 زائد الخمسة يدينا 9. استنتج من كده ان الميم بتساوي 3 اللي هو الاختيار ب. السؤال اللي بعده، اذا كان معامل التشابه للمضلعين م واحد وم 2 هو كاف واحد، يعني المضلع الاول للمضلع الثاني النسبه بتاعتي كاف واحد،
ومعامل التشابه للمضلعين م واحد وم 3 اللي هو المضلع الثالث كاف 2. قال لي انا عايز معامل التشابه ما بين م 2 الى م 3. طيب لو انت لاحظت هنا من الشكلين النسبتين اللي قدامي هنا ان م 2 على م 3 هي عباره عن م 2 على م 1 المضلع الثاني على المضلع الاول في المضلع الاول على المضلع الثالث. طب يا مستر دي م 2 على م 1 هنا م 1 على م 2 هعكس يعني المعكوس الضربي يبقى دي كده 1 على كاف 1 وم 1 على م 3 اللي هي كاف 2. يبقى النسبة عبارة عن كاف 2 إلى كاف 1 اللي هو الاختيار د. من المسائل البسيطة جدا اللي معتمدة على السرعة في ملاحظة النسبتين اللي قدام. السؤال اللي بعده أسئلة مقالية. بيقول هنا في الشكل المقابل المضلعين دول متشابهين. قلنا ما دام المضلعين متشابهين يبقى وانت مغمض كل الشروط متحققة. هو عايز قياس س ل ع. من التشابه هلاقي ان قياس زاوية أ اللي هي ب 115 هي نفس قياس زاوية س. وانا عارف ان مجموع زوايا اي شكل رباعي 360 درجة. يبقى هنا قياس زاوية س ل ع عبارة عن 360 ناقص 115 زائد ال 85 زائد ال 70. يدينا هنا 90 درجة. بعد كده بيقول لي طول أ د. طول أ د. لو انا بصيت هنا على طول أ د هيتناسب مع س ل. وهلاحظ ان الضلعين الموجودين عندي اللي هم ب ج وص ع. يبقى أ د اللي انا عايزه هي عبارة عن س ل في ب ج يبقى 4.8 في ب ج اللي هي 6 على ص ع اللي هي ب 8. يطلع 3.6 سنتيمتر. المطلوب اللي بعده بيقول لي هنا إذا كان محيط المضلع أ ب ج د ب 19.5. عايز محيط المضلع س ص ع ل وليكن هسميه مثلا م. ما احنا خدنا النسبة بين المحيطين هي نفس النسبة بين الأضلاع. طب ما أنا عندي ب ج جاهز اللي هو ب6 وص ع ب8 دي النسبة بتاعتي اللي أنا لو جيت اختصرتها اللي هي عبارة عن 3 على 4. يبقى هنا محيط المضلع الثاني هيبقى 19.5 في 4 على 3 هيدينا 26 سنتي. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا ان المثلثين دول متشابهين. خلاص ما دام المثلثين متشابهين يبقى الزوايا متساويه المتناظره طبعا والاضلاع المتناظره برضو متناسبه. اول مطلوب هنا بيقول لي اثبت ان الشكل ب ج ه د رباعي دائري. طيب انا عندي ان المثلث أ ب ج بيشابه المثلث أ ه د. هلاحظ من التشابه ان زاويه د بتساوي زاويه ج. واحنا واخدين من خواص الشكل الرباعي الدائري ان الزاويه الخارجه عن الرباعي الدائري بتساوي قياس الزاويه المقابله للمجاوره لها. يبقى هنا هستنتج ان قياس زاويه د بتساوي قياس زاويه ج. طب ما زاويه د خارجه عن الشكل الرباعي ب ج ه د ب ج ه. زاويه د زاويه خارجه عن الشكل الرباعي د ب ج ه. وطبعا زاويه د اللي هنا المقصود بيها زاويه أ د ه. يبقى في الحاله ديت حققت شرط من شروط الرباعي الدائري
قياس الزاوية الخارجة عن الرباعي الدائري بتساوي الزاوية المقابلة للمجاورة لها، بالتالي الشكل ب ج ه د اتحقق عندي انه رباعي دائري. خواص الرباعي الدائري. طيب تاني مطلوب هنا بيقول لي طول ه ج. طب ما انا عندي ان ا ب كلها على ا ه بتساوي ب ج على ه د بتساوي ا ج على ا د. ا ب كلها اللي هي ب5 على ا ه اللي هي ب2.5. لا ب ج موجوده ولا ه د موجوده، فمش هحتاجها، هروح على طول على النسبه الثالثه. ا ج كلها مش موجوده، بس ا د موجوده اللي هي 3. يبقى ا ج عباره عن 5 في 3 على 2.5. ممكن هنا ما استخدمش اصلا الاله الحاسبه، لان 5 على 2.5 هنا عباره عن 2، فالناتج على طول يطلع 6 سم. او لو انت ما حسبتهاش بمجرد النظر، تروح على طول لاستخدام الاله الحاسبه. خمسة في 3 على 2.5 يدينا على طول 6 سم. بس خلي بالك من حاجه، الطالب طبعا لما يطلع الناتج وياخد بعضه ويمشي ما هيكونش خد باله اساسا من المطلوب. المطلوب ه ج. انت جبت دلوقتي ا ج كلها ب 6 سم، يبقى ه ج اللي انا عايزها عباره عن ال6 ناقص 2.5، يبقى الاجابه بتاعتي 3.5 سم. طبعا سؤال زي ده لما يجي اختر والطالب اول ما يطلع ناتج 6 على الاله الحاسبه هيروح يختاره، طبعا ساعتها هنا الاجابه هتكون غلط لان الطالب طول ه ج. فعشان كده لازم تقرا السؤال كويس لغايه الاخر. اخر سؤال معانا، رسم مهندس معماري مخططا لقطعه ارض مستطيله الشكل طولها ضعف عرضها ومساحتها 200 متر مربع بمقياس رسم 1:200. اوجد طول قطعة الأرض في المخطط. طبعا احنا قلنا إن مقياس الرسم هو نفسه معامل التشابه أو نسبة التشابه. طيب هو أصلا بيقول لي إن طولها ضعف عرضها. يعني أنا دلوقتي لو فرضت إن العرض س يبقى الطول 2 س، وهو قال لي إن مستطيلة الشكل المساحة عبارة عن الطول في العرض. يبقى هنا 2 س تربيع بتساوي 200، يبقى س تربيع ب 100. يبقى لما اخد الجذر التربيع هلاقي ان قيمة س ب 10 متر. يعني معناها ان الابعاد الحقيقية الطول هيبقى 20 متر والعرض 10 متر. دي الابعاد الحقيقية. هو مش عايز الابعاد الحقيقية، هو عايز طول قطعة الارض في المخطط. طيب هو قال لي ان هنا مقياس رسم 1:200. 1:200 يعني انا معامل التشابه 1:200. يبقى لو سميت مثلا م ده الطول والعرض ن والنسبة بتاعتي 1/200، يبقى هنا 20 اللي هو الطول وال10 اللي هو العرض. يبقى هنا بالنسبة لي الميم هو عايز هنا طول القطعة، طول قطعة الأرض بس عايز الطول. يبقى هنا الميم اللي هو الطول عبارة عن 20 في 1/200. يعني لما أجي هنا هقسم هيبقى 1/10. خلي بالك بالوحدة هتكون بالمتر. 1/10 متر. يعني ديت لما أجي أحولها لسنتي هتبقى 1/10 في 100. يعني هتكون في الخريطة عبارة عن 10 سنتيمتر. يبقى ال10 ال20 متر الطول هيتمثلهم ب10 سنتي. بالتالي لو انا حبيت اجيب النون اللي هي بالنسبة لي العرض هعمل نفس الخطوات. هيبقى 10 على 200 اللي هو هيكون 1/20 متر. لما اجي احولها لدي سنتي هيكون مديني هنا 5 سنتي. يبقى الطول والعرض في الحقيقة والمخطط
الطول 20 متر والعرض 10 متر. في المخطط الطول 10 سم والعرض 5 سم. بكده نكون خلصنا تمارين الواجب الخاصة بأول درس في الهندسة، وهو تشابه المضلعات، ويعتبر مراجعة على ما سبق دراسته في المرحلة الإعدادية.